المصري من الشوط الثاني؟ يعني هو لحد الدقيقه 20 وصل النتيجه 20-24 للفريق المجري، وكان في الاستطاعه ان احنا نكمل ونضغط على الفريق المجري. لكن انا كنت مستغرب شويه وجود احمد الاحمر، واضح عليه الاجهاد جدا في جبار افضل لاعب. وضع منطقي طبعا. احمد الاحمر طبعا يعني لعيب ليه قيمه كبيره جدا في المنتخب المصري، لكن هو تعب من كتر الخداع والدخول لمنطقه النص والخارج. هو تعب، فهو كان ممكن يريحه ان هو يلعبه في الجناح، يعني ما يطلعوش بره، يخلي حماسه لعب 13 دقيقه. الشوط الاولاني احرز 4 اهداف، والشوط الثاني ما شفناهوش خالص. يعني المفروض كان ابو الفتوح حماسه كان المفروض يبقى متواجد في الشوط الثاني عشان يريح احمد الاحمر، خاصه ان محمد علاء قادر ان هو يقود الملعب بشكل تكتيكي كويس. استطاع ان هو يحرك اللي هم الظاهرين بتوعنا، واستطاع ان هو يدخل الاجنحه ويدخل لاعب الدايره. كل الكلام دوت قدر ان هو يعمله محمد علاء في قياده الملعب. بعد كده احمد الاحمر تعب، فهو ده اللي انا بقوله لك. المفروض كان حماسه ينزل عشان يكمل اللي هو ابتداه في الشوط الاولاني. هل كان هناك سوء تعامل من مدرب منتخب مصر مع مجريات الشوط الثاني كابتن نبيل؟